انا مش بقلل معلش. لا. صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انت بتتفرج على الفيديو ده فيه. النهارده احنا في قناة في ال90 وهنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي الصفقات بتاعة النادي الأهلي سنة 2026-2027. وبصراحة الصفقات ديت في ناس مؤيدة ليها وفي ناس معارضة وفي ناس ليها وجهات نظر في كذا حاجة في الصفقات دي. فعايزين نعرف ايه الآراء وايه الصح، وهل الصفقات دي فعلا صفقات كويسة ولا لا. معانا كابتن زياد إبراهيم ومعانا كابتن إبراهيم باباه. خلاص عايزين نعرف ايه رأيكم في الصفقات، وهنبتدي بكابتن زياد. قول لنا كابتن زياد، ايه رأيك في صفقات النادي الأهلي؟ وهل فعلا صفقات الأهلي الحالية انت عرفتها اصلا ولا لا؟ طبعا في صفقة بن جديدة، وصفقة اللي هو التاني اللي هو بكرار. دول الصفقتين اللي موجودين، وعندك طبعا المهاجم التاني اللي هو عبد الله، اللي هو متألق مع نادي انبي. أقطاي عبد الله. عبد الله أقطاي. تمام. ودول يعتبروا الصفقات اللي هي الأساسية، أو اللي هي بتعمل ماركينج السيزون اللي جاي. ما اعتقدش ان هيبقى وفي علي يعني محمود برضه. علي محمود برضه. انا بقول لك الثلاث صفقات دول هم اللي بالنسبه لي الماركينج يعني للموسم اللي جاي. غير كده انا ما اعتقدش ان الصفقات الجايه هيبقى ليها يعني صدى عالي، او يبقى الناس تحس ان هي ان هي صفقات كبيره يعني. بس انا طبعا يعني المعدل بتاع الصفقات ان احنا كل موسم او كل نص موسم بنجيب مهاجم جديد وبنستغنى عن مهاجمين اصلا. انا بالنسبه لي وورلد كلاس، يعني هم كويسين جدا، او عندهم الجوده بتاعتهم كويسه. فزي جراديشار مثلا احنا بنمشيه اهو دلوقتي. فانت يعني، بس انا يعني انت مش شايف في مبالغه في حته وورلد كلاس دي؟ يعني انت بتقول عليه مهاجم عالمي كلاس بالنسبه يعني النادي الاهلي. طبعا انا بتكلم على اساس ان انت عندك فقر في الهجوم الفتره دي. يعني انت كان عندك، انت متخيل ان انت كنت بتعتمد على تريزيجيه في التحولات الهجوميه، في ان هو يبقى انفيرتد وينجر، في ان هو يعني. وتريزيجيه يا جماعه معلش يعني ما عادش هو برضو، طبعا العقليه بتفرق. ما عادش اللاعب اللي احنا كنا بنقول عليه تاني اسرع لاعب في العالم مثلا. ما بقاش كده. بقى دلوقتي بيعتمد على ان هو يبني اللعب من ورا، او يبنيه من نص الملعب. تمام. ما بيعتمدش على التحولات السريعه زي زمان. فانت كنت فرقه بتعتمد على بن شرقي، وكنت بتعتمد على تريزيجيه في التحولات الهجوميه. دلوقتي الحمد لله انت صح، جبت الصفقتين دول كويسين، ينفعوك للتحولات. وبرضه لعيبه فيزيكال، وعندهم جرينتا حلوه جدا تفيدك انت كنادي، وعندهم خبرات برضه ان هم لعبوا في اوروبا. تمام. بن جديده لعب في اوروبا في دينامو زغرب. تمام. فاعتقد دي تجربه حلوه، وفي نادي برضه كان بيتاهل للتشامبيونز ليج بصفه مستمره. فاعتقد ان هي الصفقات حلوه كهجوم، لكن هنشوف بقى هل هيبقى في صفقات للدفاع. وبالتالي اقدر ان انا اقيم هل الصفقات او الموسم التحضيري هيبقى كويس النادي الاهلي او لا. يعني انت بالنسبه لك ان الصفقات الهجوميه ديت ممكن تكون صفقات مش قد كده من وجهه نظرك، وكمان انت كنت محتاج اكتر صفقات دفاعيه. ايوه صح طبعا. كده؟ تتفق معايا يا باشمهندس ابراهيم في الموضوع ده ولا لا؟ هو الحقيقة الأهلي بدأ الموسم في التحضير بخلفية الموسم القديم الصفري، اللي هو يعني ما حضرش، يعني كان من أسوأ المواسم اللي أداها النادي الأهلي. لأن أولا ما يعقلش إن الأهلي يلعب 26 مباراة يخش فيه 24 جون في الدوري المحلي، وفي نفس الوقت برضك في نفس المشكلة على مستوى البطولة الأفريقية. فاللي أنا شايفه في الصفقات إن الأهلي اهتم بالهجوم، واهتم إن هو عنده على الاسترايكر والشادو سترايكر، سواء جاب بكرار أو بن جديدة عشان يعوض مشيان الناس ليه دايما بتنسى صفقتين مهمين جدا؟ انا بشوف ان صفقتين بتوع عبد الله اقطاي او اقطاي عبد الله
وعلي محمود، انا شايف ان هم صفقات كويسه برضو. كويسين. الناس ليه دايما الناس يعني بتدور دايما على الحلول من بره. يعني احنا مع ان احنا عندنا الدوري يعني عندنا لعيبه كتير. انا يعني من وجهه نظري شايف ان في لعيبه كتير في الدوري، لعيبه لامعه. في لعيبه كتير احنا مستنيين ان احنا ندور عليها، سواء في الدوري بتاعنا او دوري المحترفين حتى كمان. واكبر مثال على كده ان احنا شفنا زيكو في كاس العالم. ايوه طبعا. يعني احنا زيكو ده احنا ما كناش متوقعين ان هو يعني ممكن يطلع موهبه من الدوري. كان دايما يقول لك احنا القماشه عندنا وما عندناش مواهب، القماشه تعبانه، القماشه مش عارف ايه. شفنا بس يا كابتن احمد القماشه جايه متاخر قوي، يعني القماشه جايه متاخر قوي. احنا انا بتكلم في حته يعني ايه، زيكو بيلمع دلوقتي وهو عنده 30 31 سنه يا كابتن. ما هو برضه صعب. ده غلط بقى. ايه ده غلط؟ ان السكاوتنج في الفرق خلاص ما بصوش بصة حسام حسن. يعني حسام حسن من زمان وهو بيطلع النجوم، من وقت ما كان في المصري، ومن وقت ما كان في الاتصالات، ومن وقت ما كان في الاتحاد، ووصل بالمصري قبل كده لانه وصل تقريبا نص نهائي كونفدراليه. ايوه بسكواد يعني يعتبر يعني ما كانش فيه نجوم قوي. ايوه خلاص. فاحنا عندنا في مشكله كبيره جدا يا جماعه، ممكن يبقى هي بقى دي المشكله اللي احنا نحط ايدينا عليها، وهي مشكله السكاوتنج في مصر. هل احنا عندنا سكاوتنج في مصر، او عندنا بنعتمد على الارقام في اختياراتنا للعيبه، ولا بنعتمد فقط على الصخب الجماهيري والصفقات اللي يعني بتحقق هوجة إعلامية أكتر؟ طب انا عاوز اقول حاجه بس يا كابتن بعد اذنك. اتفضل. ال يعني افضل اللاعبين اللي جم للنادي الاهلي على تاريخه الماضي، يعني من زمان قوي، كان مثلا مصطفى عبده والخطيب وزيزو وصفوت عبد الحليم والجيل القديم قوي قوي قوي، مرورا بقى بالجيل اللي بعد كده بقى اللي هو علاء ميهوب وغيره وغيره ومتعب والناس دي. كان في كانوا زمان في كشافين. متعب بقى من الجيل القديم. الواحد واحد كبر قوي. ايوه الكشافين، كان في الكشافين، وكان في ان الكشاف ده كان بيروح المناطق الدورات الشعبيه والساحات الشعبيه ويطلع الحاجات دي. احنا على فكره بنصرف ملايين الدولارات عشان نجيب لعيبه من بره، زي اللاعبين اللي هم بن جديده وابو قره اللي جم دول. ويعني في حين وطبعا الصفقه اللي هي الكارثه اللي هي كاموش ده اللي جابوه ودفعنا فيه قد ايه وما لعبش. وموديست حاجه يعني ما يرضيش. لا كارثه. ده كده ده كان احسن، يعني كان احسن من كاموش. لا هو كان تتفق ولا لا؟ ايوه تخيل موديست كان احسن من كاموش. على اللي جاب لك جون بجد. وانا احسن منهم هما الاثنين بصراحه. يعني انا حتى ممكن ناخد القناه ديت تبقى منبر مثلا ان انا اروح العب مكانهم. يعني انا لو باخد نفس الدولارات ديت، طبعا كل واحد ربنا يبارك له في رزقه وكل حاجه، بس يعني دلوقتي الكشافين يا كابتن احمد ان هم يهتموا بقطاع الناشئين وبالانديه الشعبيه والدوري دوري المحترفين، ويجيبوا من تحت ويطلعوا، وطبعا الناشئين وتديهم فرص والكلام من ده. بس انا عندي تعقيب معلش، ومش عارف زياد، كابتن زياد يقدر يعني يرد علينا ولا لا. هل الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك تقدر تعتمد تضحك عليا يا كابتن زياد. لا اصل انت يعني بتوجه السؤال بطريقه حلوه يعني. لا مفيش مشكله. عندي سؤال. هل الانديه الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك تقدر تعتمد بشكل كلي على اللاعبين اللي هم جايين من الناشئين؟ بص يا كابتن بتضحك عليا يا كابتن زياد بس عشان احنا دلوقتي بنصور. بص يا كابتن والله هو السؤال حلو عشان هو احنا دلوقتي يا كابتن بصراحة... زياد بعد اذنك احنا في مشكله كبيره خلاص، وعايزين نحل المشكله دي مع النادي الاهلي. هو بصراحه يعني انا هقول لك على حاجه. انا بضحك عشان انا ذات نفسي كنت من الناشئين، تمام. والجيل بتاعي يعني اللي ما يعرفوش انا مواليد 2008،
فالجيل بتاعي اتشطب اصلا ان هو يتعمل يعني من البطولات اصلا. ليه اتشطب ليه؟ اتشطب فعلا، اتشطب ان هو يتعمل له بطولات. دلوقتي عندك جيل 2007 و2009، ما عندكش جيل 2008. ليه ودي مصيبة سودة للجيل، عشان انت كده عندك كان ممكن يبقى عندك فرقة. مين اللي شطب الاتحاد المصري لكرة القدم، تمام، قام بشطب فرقة. انا بصراحة بطولات عن انا مش متأكد من المعلومة دي، ممكن نراجع المعلومة دي، اعتقد ممكن نراجع ليها بس ونشوفها. لا بس انا برضو بشوف حاجة، انا بشوف ان الموهبة بتفرض نفسها. خلينا نتفق ان الموهبة دايما هي اللي بتفرض نفسها. لو انا عندي موهبة هتلاقي زي ما احنا بنشوف نموذج محمد صلاح، بنشوف نموذج عمر مرموش، بنشوف حاليا الموهبة الكبيرة اللي عندنا حمزة عبد الكريم. الموهبة بتفرض نفسها يا جماعة، والالتزام والانضباط بيفرض نفسه. يعني في الأول وفي الآخر عالميا حتى احنا بنشوف نماذج حاليا موجودة، سواء امبابي ولا سواء يمين يمال، ولا النماذج اللي هي لسه سنها صغير دي، ولا كاس اسبانيا بطلة كاس العالم. شوف في كام لعيب شاب موجود في الفرقه. تقريبا لعبت ب 90%. حمزه عبد الكريم يا جماعه، الفريق الاولمبي حمزه عبد الكريم يا جماعه، 23 سنه. اسبانيا يعني الفريق الاولمبي كاس العالم بفرقه افريج 23 سنه. وده اللي انا عاوز اقوله بقى يا كابتن بعد اذنك. يعني احنا لو ربنا كرمنا، كان في حته بس عاوز اقولها مهمه جدا. احنا لو كان ربنا كرمنا والحكم الظالم الفرنسي ده في كاس العالم، انا ما بحبش ان احنا يعني نتكلم على ظلم التحكيم بصراحه. لو ربنا انا بشوف ان احنا نبني فرقتنا، نعمل ماتش محترم، نحترم النتيجه ايا كانت في الاخر. هقول حته صغيره يا كابتن بس انما المؤامرات والحاجات ديت انا بصراحه ما بحبش الموضوع مش ده. المؤامرات بس، خلاص فرصه احنا طلعنا من بطوله كاس العالم خلاص، وديت حاجه يعني ممكن ناس كتير يعني تخالفني فيها في الكومنتات. احنا طلعنا من كاس العالم بسبب ان احنا استهترنا واحتفلنا بدري قبل نهاية المباراة. خلينا نتفق على كده. انا ساعدك، انا بؤيدك معايا، ولكن هنرمي على التحكيم او هنرمي على غيره، لا هي انا بعترض. السذاجة الكروية وإدارة ال10 دقايق الأخرى من الماتش فرقت معانا. لكن أنا بقول لك على جزئية إيه، إن فريق أسبانيا، إحنا بنربط بس المواضيع ببعضها. فريق أسبانيا بيلعب دلوقتي متوسط أعمار 23 سنة. ده الفريق تقريبا اللي كان بيلعبوا المنتخب الأولمبي المصري بتاعنا وكسبوا 2-1 لو تفتكر الماتش ده. حلو، يعني معناه إن إحنا لو ربنا كرمنا وكنا تجاوزنا الأرجنتين، وبعدين كانت سويسرا في المتناول، وبعد كده انجلترا، وكنا وصلنا النهائي، كنا هنلاعب نفس الفرقه اللي احنا غالبينها قبل. انا برضو انا من وجهة نظري ان احنا في الاول وفي الاخر ما كناش نقدر نوصل نهائي. لا انا خلاص لسبب، لعدة اسباب، منهم اسباب ان احنا يعني لما شفنا الاحتفالات المبالغ فيها بعد البطولة، خلاص عرفت ان احنا عمرنا ما كنا هنقدر نوصل نهائي. من وجهة نظري ممكن تتفقوا او تختلفوا معايا، لا ولكن هو فعلا كان في مبالغه. انا من وجهة نظري احنا طالعين من دور 16 خلاص. مين انهي فرقة في العالم احتفلت بالخروج من دور ال16؟ انا مش شايف ان ده انجاز، انا شايف ان مصر تستحق اكتر من كده. بس انا بعترض معاك يا كابتن احمد في ان هو انت مهما كان برضو انت تعتبر من الفرق اللي هي التصنيف الثالث. فزي يعني معلش برضو سامحني في الحتة دي، بس من الانواع الفرق برضو اللي زيك هو فرقة النرويج، تمام، اللي هم طبعا طلعوا بنتيجة كويسة، وصلوا ربع نهائي، وكان من الممكن ان هم يوصلوا نص نهائي لولا فقط ان هم يعني يعني اللي هو اللاعب لما ما رضش ان هو يبازي الهالاند وكده فده ادى طبعا ان هم يخرجوا، فعملوا احتفالات وعملوا كل ده، وانا معاك. انت بس معلش هم طلعوا من دور الكام؟ طلعوا من ربع، يعني من دور ال8 صح؟ احنا ما وصلناش دور ال8. انا معاك لو كنا وصلنا دور ال8، انا لو كنت وصلت الدور ال8 ما عنديش مشكله، بس انا دور ال16 ده احنا خلي بالك احنا السنه دي كاس العالم كام فريق؟ 48 فرقه صح؟ كان طول عمر الدور الثاني ده كان 16 صحيح. يعني انت لو كنت صعدت في الكاس كؤوس العالم اللي فاتت
صعدت اول دور بس كنت هتبقى في دور ال 16. صحيح. تمام. أيوة. فانا ما بشوفش ان ده انجاز، انا بشوف ان مصر تستحق انها تكون. مصر دي يا جماعه، انا كان في برديات زمان موجوده من ايام الفراعنه، وفيها المصري القديم بيلعب كره قدم. مصر ديت هي مهد كره القدم في العالم، واللي عايز يختلف معايا يختلف. جميل. مش انجلترا، مصر هي مهد كره القدم في العالم. فمصر تستحق انها تكون في مكان احسن من كده. مصر كانت تعتبر في اول وتاني نسخه في كاس العالم صحيح. على فكره. هي مصر شاركت في نسخه واحده في النسختين اللي في الاوائل دول، ولكن مصر كانت هتبقى موجوده فيه. افريقيه. بس انا عاوز خلاص، واول فرقه افريقيه توصل كابتن لكاس العالم. بس بعد اذنك كابتن، ما نحاولش نقلل من الانجاز التاريخي اللي عمله المنتخب المصري. انا مش بقلل، معلش. لا 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 بتقلل كده. لا 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 لا. ليه؟ انا مش بقلل، بس انا ضد. انا ضد ان احنا يعني نبالغ في الفرحه. كده انا اللي بوجه الحوار. طيب لحظه خلاص. وكل واحد، انا يعني في الاول وفي الاخر كل واحد هيتوزع عليه الكلام بتاعه والرأي. عشان ما هو برضو انا لسه انا بدير الحوار. ماشي اتفضل. تمام. فاحنا ما ينفعش ان احنا يعني عشان الناس تسمعنا. طيب تمام اتفضل. تمام. انا وجهة نظري اللي انا بتكلم فيه ان هل نحتفل ولا لا؟ نحتفل طبعا. سيادة الرئيس مثلا احتفل بالناس واداهم كلمات تشجيعية وكان دايما مساند. خلاص. ولكن ان انا اعمل احتفالية زيادة واروح العالمين اقعد الف بالاتوبيس واعمل واسوي ويحصل مشاكل ونخش في زوجات لاعبين ومشاكل وامهاتهم واسرهم ونخش في التفاصيل دي، احنا في غنى عنها. وبعدين يا كابتن احمد، حوار الزوجات ده برضو يعني عندك مثلا، مع احترامي يعني للكابتن حسام، بس احنا كنا ليه اصلا بنقول ان كابتن حسام من المدربين اللي مش هيتكرروا تاني في المنتخب؟ ليه؟ عشان هو عنده شخصية اللعيبة بتهابه يا كابتن. اللعيبة بتهاب، مش صح يا كابتن؟ لا صح طبعا. اللعيبة بتهابه. تمام. فانا لما اطلع في لقاء تلفزيوني، معلش يا جماعة، زي برضو اللي حصل مع والدة زيكو، برضو مع احترامي اللاعب زيكو ووالدة زيكو، تمام، بس ده ما يصحش يا جماعه. هل ينفع؟ ما هو بقى دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي احنا عاوزين نهذبها. دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان لابد عشان ننجح خلاص ان احنا نحجم الانجاز. يعني انا عندي انجاز زي ما النادي الاهلي كده بيعمل. هو ايه سر نجاح النادي الاهلي؟ ان احنا النهارده جبنا بطوله نفرح النهارده خلاص، وبكره نفكر في اللي بعدها. ايوه جميل. صح. لذلك هتلاقي ان العقليه اللي في النادي الاهلي هي عقليه البطولات، وهي عقليه ان انا ما بشبعش من البطولات. خلاص. حتى كمان نتفق او نختلف، بس في مدربين كتير يعني جمعه مروا على النادي الاهلي واعترضوا على الموضوع ده. ده كابتن بعد اذنك ما يمنعش من الانجاز التاريخي اللي عمله المنتخب المصري في دوره 2026. وطبعا احنا كنا اشتركنا 34 في النسخه الثانيه، وبعدين اشتركنا سنه 90 واشتركنا سنه 18، وجه ضره الدورات يعني بالنسبه لنا، والانجازات كانت في 2026 بانجازنا واحرازنا يعني عدد كبير من الاهداف، وفوزنا، حققنا الفوز الاول على نيوزيلندا 3-1 وغلبنا استراليا وعملنا نتائج. انا عايز اقول لك على حاجه بالنسبه للبطولات، يعني بالنسبه للفرق اللي احنا كسبناها او المباريات اللي احنا لعبناها. بالنسبه لنيوزيلندا احنا كنا من فتره كان مع كابتن حسام حسن برضو، احنا كنا لسه كسبينها. كنا كسبانينها 1-0 صح، في استاد العاصمه الاداريه الجديده قبل ما تلعب خلاص. بالنسبه برضو بلجيكا احنا كنا ملاعبينها وكسبناها برضو مع روي فيتوريا لو تتذكر، وكسبناها 2-1 منهم جون يعني عبقري من مصطفى محمد. خلاص، اللي برضو كان طبعا ناس كتير اعترضت طبعا ساعتها عقلية الفوز. بالظبط. جميل. فاحنا بالنسبة لي انا بشوف ان الفرقة دي طول ما انت بتلعبها، انا من وانا صغير وانا شايف كده، يعني شايف ان الفرقة دي طول ما انت بتلعبها على اساس ان 11 راجل قدام 11 راجل، ايوه خلاص طبعا انا ما عنديش مشكله. جالي ارجنتين، جالي برازيل، جالي ايا كان، خلاص، باستثناء طبعا فرنسا.
خلاص ان فرنسا هي ليه اقوى. لا يا كابتن؟ طب خلونا لا يا كابتن، خلونا انت شفت انجلترا؟ معلش يا كابتن انا اسف، اتفضل. تمام، بس انت دلوقتي مش الارجنتين دي كسبت انجلترا، ومش انجلترا دي جابت 6 في فرنسا؟ يعني انت قادر على اي فرق عادي يا جماعه. الموضوع نسبي، تمام. انا هسترجل لغايه اخر المباراه، تمام، ما قللش من الخصم يا جماعه. يا عم قلل براحتك، بس بعد ما تخلص، بعد ما ال90 دقيقه يخلصوا، ما باش انا في الدقيقه 80 ويبقى فاضل 10 دقايق، او يا عم 20 دقيقه لو احنا قلنا الوقت بدل نضيع هيحسبوا 10 دقايق، واقعد العب بقى ايه، اعمل زي تريزيجيه، اقعد اهاجم وعايز انا اجيب الهدف وعشان بس خدت بالك من لعيبه النادي الاهلي في المنتخب تحولوا ازاي؟ يعني انت خدت بالك من اختلاف يعني الاداء لا. في النادي الاهلي موسم صفري، مش عارفين يكسبوا ماتش في الدوري. ايوه وسبحان الله، انا يعني بشوف ان الاهلي كان باعت 9 لعيبه في المنتخب. روح الاهلي كانت حاضره. 9 لعيبه في المنتخب. الموضوع ده يعني احنا يعتبر احنا كاهلي كنادي اهلي صعبه بتظهر. ما انا بقول لك احنا كنادي اهلي خلاص من وجهه نظري، يعني مع احترامي للمنتخب وكل حاجه ومش عايزين نمشي اهلي وزمالك، بس انا بتكلم ان في 9 لعيبه او 9 عناصر موجوده من النادي الاهلي في التشكيله الرئيسيه للنادي للمنتخب. خلاص حتى والحارس البديل بتاعه موجود في المنتخب، صح ولا الكلام غلط؟ شناوي بالظبط. ولكن لاحظت ان اختلاف المدرب خلى ان اللعيبه دي تطلع حرفيا نار من بقها، ولا انت شايف ايه يا كابتن ابراهيم؟ دي هي الاداره الفنيه بقى. الكابتن حسام تتفق او تختلف معاه، هو في الحته الروح والجرينتا اللي بيديها للعيبه والحماس بيخلي اللعيب يطلع مش 100% 200%. في تصريح عجبني قوي للكابتن حسام بعد لو تفتكروا الانذار الثاني اللي هو خده مهند لاشين واتحرم من انه يلعب الماتش اللي بعديه، وكان مهند لاشين بالنسبه لنا هو يعني اهم حد في نص الملعب. أيوة. وهو فعلا اداؤه كويس يعني في البطوله، ولكن انا في عز قلقي ده وكابتن حسام طلع قال انا لو في لعيب هيغيب من عندي هيأثر في الفرقه ومش هعرف اعمل غيره، ابقى انا ما استحقش اكون ايه، كوتش او مدرب، اكون مدرب لمنتخب مصر. أيوة. انا التصريح ده بصراحه غسلني من جوه. ولا انت شايف ايه يا كابتن زياد؟ لا طبعا، وده بيبرز ويخوف الخصم مهما كان، ان الفرقه اللي قدامك لما تلاقي المدرب بتاعك عنده الشخصيه ديت والهيبه دي، ان هو يقول كلام زي ده مثلا وهو هيواجه الارجنتين او هيواجه استراليا. يا جماعه استراليا برضو من الفرق العريقه يا جماعه، ده هم ما فيش ولا كاس عالم فوتوه. بس خلينا نتفق برضو ان احنا ما لعبناش الفرق القويه قوي خلاص، ولكن تحول الشخصيه للاعيب النادي الاهلي جوه المنتخب خلاص ده اداني علامات استفهام كتير قوي. هل فعلا احنا عندنا مشكله اداريه جوه النادي الاهلي؟ هل اداره الكوره في النادي الاهلي فيها ازمه؟ ايوه. خلاص، هل المشكله في الصفقات ولا في اللاعبين ولا في المدربين؟ هو في كذا حاجه يا كابتن بعد اذنك. هو دلوقتي اوضه اللبس بعد اختلاف العقود والكلام من ده، عايز اقول ان الادوار دي كلها مكمله. استاذنك بس يا كابتن زياد بعد اذنك. لا طبعا عشان بس ايه ما يحصلش اي لغط يعني. ايوه عفوا اتفضل. اوضه اللبس بعد اختلاف العقود، زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وعاشور والاختلافات الماديه في العقود دي عملت شروخ في اوضه اللبس وبانت اثرها في الملعب كمان. وفي حاجه كمان برضو انا لاحظتها، ان في لعيبه اختفت خالص في المنتخب، يعني ظلت على اختفائها. يعني زيزو مثلا علامه استفهام كبيره، علامه استفهام. تريزيجيه عنده مشكله في المينتاليتي صعبه بجد، وده يفسر ان احنا كنا زمان بنقول المشكله في الوكيل اعمال ومشكله مش عارف ايه. لا احنا اكتشفنا ان الموضوع صعب ومرموش داخل في السكه. مرموش برضه نفس القصه. انت ايه رايك يا كابتن زياد؟ يلعب معانا اكيد. والله بص، هو في عوامل كتير طبعا. اولا لو هنتكلم على مرموش لوحده فهو حاله لوحده، عشان هو يعتبر المحترف وهو اللي هيكمل ويحمل الرايه بعد محمد صلاح،
تمام. هل انت شايف بقى تعليقا على الحتة دي، هل انت شايف ان مرموش يقدر يحمل الراية مكان محمد صلاح، ولا شايف لاعب تاني؟ بصراحة أنا شايف لاعب عنده مستقبل وعنده جودة عالية جدا جدا جدا. بس ده هيعتمد على اللي هيحصل بقى في الماتشات اللي جاية. احنا طبعا البطولة خلاص، بطولة كأس الأمم الأفريقية خلاص اتغيرت بقى، هتلعب مباريات هاي انتنستي، هتقعد تلعب المغرب كذا مرة، تمام، وهتلاعب تونس وتتعرض للمنتخبات التقيلة بقى اللي هي دي تقصد البطولة بتاعت دوري الأمم دوري الأمم الأفريقية. دوري الأمم الأفريقية، تمام. فأنت يعني هنشوفه هل هو، وأظن طبعا يا كابتن لما هو يلاعب المغرب طبعا دلوقتي من الفرق المرشحة إن هي تاخد كأس عالم، فأنت لما تلاعب المغرب ويحصل لك المغرب كانت خيبة أمل قوي يا باشمهندس إبراهيم. لا المغرب ماشى كويس لحد ما جه الماتش بتاع فرنسا، هو بس يعني الاداء فيه او التكتيك بتاع المدرب محمد وهبي ما كانش على المستوى. يعني انت ازاي هتكسب فرنسا وانت ما بتهاجمش؟ يعني ما هو لازم يكون عندك بس خلينا نتفق برضو، انا من وجهة نظري فرنسا يا جماعة كانت فرقة، يعني الفرقة اللي هتلعبها مفيش تكافؤ، الفرقة كلها نجوم يا كابتن زياد. بعد اذنك يا كابتن، تمام. انا كنت برضو بقول كده ان هي فرقة فرنسا فرقة برضو، هي تعتبر برضو فرقة محترمة، وفرقة البدني عندها عالي جدا جدا، وعندها تقريبا يعتبر كل مركز فيه نجم. بس اتكشفوا قوي في الدفاع يا كابتن، اتكشفوا قوي في ان انت لما كمان تستنزفهم هجوميا ودفاعيا، كل ده بيبوظ. هتلاقي المنظومة كلها بدأت، يعني لا مؤاخذة يعني في اللفظ، بس بتسيح على بعض يا كابتن، كلها بتسيح، تمام. لقيت نص الملعب فاضي، وكرة أولمو اللي جه منها الهدف اللي بظاها لبيدرو بورو، تمام. فاتكشفوا كمان في ماتش انجلترا لما احنا تقريبا الفرقتين فلصحوا بقى التشكيله وكده، فانت كان عندك الماتش مفتوح، وده ادى طبعا لواحد من امتع الماتشات. بس طبعا عشان من وجهة نظري ده كان امتع ماتش في كاس العالم. ده كان مش عارف تتفق او تختلف ولا لا، بس انا ده احسن ماتش تالت ورابع شفته في حياتي حرفيا. ايوه طبعا. ده لا طبعا من احسن الماتشات، لان لم يكن الاحسن ماتش فيه 10 تجوان والفرقتين لعبوا الحقيقه، وانت يعني مش عارف مين هيكسب لغايه اخر دقيقه، انت مش عارف مين هيكسب، تمام. انت لولا طبعا الادفانتج بتاعت انجلترا وان هي كانت كسبانه 4-0 ان هي كسبت 4-0 في الشوط الاول. لولا ده انت كنتش عارف اصلا هي الفرقه يعني كويسه ولا لا. طيب احنا خلينا برضو نرجع معلش للنادي الاهلي بقى، احنا اتسحبنا في كاس العالم بس خلينا نرجع للنادي الاهلي. انا شايف دلوقتي ان احنا عندنا مشكله كبيره في اوضه اللبس من وجهه نظري، حتى بعد ما مشوا تريزيجيه وبداوا ان هم يتفاوضوا مثلا على ان اللعيبه تنزل اجورها وكده، ولكن احنا عندنا مشكله اداريه كبيره جدا في اوضه اللبس. المشكله ديت من وجهه نظرك يا كابتن زياد تقدر تتحل ازاي في كلمه؟ في ان هو لازم يبقى فيه ترانسفير، لازم يبقى اللعيبه تخرج، في لعيبه لازم ان هي تخرج. زي مين؟ زي مين على طول قول اسماء. بصراحه في لعيبه انا شايفهم ان هم مش بيخدموا على النادي كويس، زي ما عندك مثلا ياسر ابراهيم مثلا. انت عندك مين غيره في الدفاع يا كابتن زياد؟ معلش يا كابتن. لا مفاجاه دي. لا معلش يا كابتن، احنا معلش احنا محتاجين لعيب بيلعب كوره، لعيب كوره. انا اسف مع احترامي لكابتن ياسر ابراهيم، بس معلش كابتن ياسر ابراهيم ده هو المدافع الاساسي لمنتخب مصر، وعمل مطوشه كبيره وجاب جون في الارجنتين. معلش يا كابتن، بس هو برضو لازم يبقى عندك بديل ليه، تمام. لازم يبقى عندك بديل. يعني انت مشكله الاهلي، يعني مشكله النادي الاهلي في ياسر ابراهيم؟ لا مش مشكلته في ياسر ابراهيم، انا يعني قصدي بان هو يمشي، ان هو يضغط على الفرقه ان هي تدور على دفاع. يا جماعه احنا بقالنا كام موسم دلوقتي، يعني خلاص احنا هنموت، لازم يجي دفاع يا جماعه. انا بطلع من بطولات كتيره بقالي فتره بسبب ان انا الدفاع عندي مفتوح. طيب تمام. نرجع. معلش يا كابتن، لازم يا جماعه ان احنا برضو
يعني الناحيه انت خدت الدفاعيه اكتر من وقتك على والناحية فكره، الهجوميه وكل ده. معلش يا كابتن بس الحاجات دي مهمه. عشان بس عندنا فاصل. اتفضل يا كابتن خلاص. لا كمل، هبهزر يعني. لا انا بقول لا لك لا اتفضل يا كابتن خلاص. انا بس كنت عايز انقل الكلام. مش عايز نتكلم خلاص. لا انت انت تنور. طبعا انت اللي لا بتقدم لا الحلقه انت وانت تنور، دي قناتك انت اصلا. انا بس لا لا النهارده لا يعني لا. حبيت ابقى ضيف لا رخم لا شويه. لا ولا يهمك يا كابتن. فحبيت ان انا برضو. طب انت يا باشمهندس ابراهيم، من وجهة نظرك ايه روشتة الحل للنادي الاهلي في كلمة؟ هو لازم في بعض اللعيبه يخرجوا، يعني اول ما يجي لهم زي مين؟ على طول انا احب اسماء. امام عاشور، زيزو، طبعا تريزيجيه خلاص. انت كده صفيت النادي الاهلي. لا ما صفتوش، لا 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 لا، هيطلع بدائل وناس كويسه. مين وعلى البدائل؟ فكره البدائل عندك موجوده. يعني انت امام عاشور وزيزو انت عايز الاثنين يطلعوا؟ يطلعوا يا نهار يطلعوا. أبيض. ودلوقتي انت جاي لك علي محمود، وجاي لك اقطاي. ايوه يا كابتن، بس ما يشيلوش فرقة. طاهر، محمد طاهر لما بياخد ما يشيلوش فرقة. لا يشيلوا فرقه، ما فيش فيه مشكله. انت كده بتظبط وبتمشي العداله في اوضه اللبس. يعني من وجهة نظرك مثلا نظري ما يستغناش عن واحد في الاثنين وخلاص؟ لا، الاثنين ممكن يمشوا، ما فيش مشكله. اللي يجي له وعقد كويس ويكسب الاهلي، يتوكل على الله ويعيش الجو الاحترافي ده. الحاجه التانية، لحظه واحده بس عشان اكمل الفكره. انا عاوز الاهلي يهتم كمان بحته الدفاع اللي هو انت عندك السنتر باك لا، بالاضافه اللي في كلام ان محمد عبد المنعم راجع. لا انا ما يعني مش ده وصلني من مصادر القناه. من مصادر القناه في كلام كبير جدا ولا متحمس وحاجات يعني تفاصيل جايه لي كده من الكواليس زي ما بيقولوا. خلاص، ومن فريق العمل بتاع القناه بتاعتنا ان محمد عبد المنعم هيرجع خلاص. ومن وجهة نظري دي صفقة الموسم. من وجهة نظري محمد عبد المنعم دلوقتي مش يعني في التوب فورم بتاعه او في البيك او في الكلام من ده. لا لسه مستواه لسه. لا، هو الإصابة أثرت عليه، والدليل على كده ان هو مع ناديه ما بيلعبش بنفس طب في صفقة جديدة اسمها بتاعت عمر فايد. دي برضك انت ايه رأيك؟ صفقة عمر فايد زي برضو رأيي في صفقة محمد عبد المنعم. ان انت دلوقتي لاعب مش في التوب فورم بتاعه، ما بقاش في التوب فورم دلوقتي حاليا. طبعا احنا نتمنى ان هو يرجع تاني، بس هو انا عايز ان هو يفضل في ناديه يتطور. ده مين؟ الاثنين عمر فايد والتاني. بس خلاص انا من وجهة نظري انا شايف ان الاحتراف مش دايما افضل حاجة. يعني انا بالنسبة لي محمد عبد المنعم لو كان فضل في الاهلي ما كانش وصل للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي دي. بس هو كان برضو يعني عنده القابلية للإصابة دي كانت عالية شوية، فده كان بيأثر عليه وبيأثر عليه نفسيا. وده اللي احنا شفناه برضو في ماتش إيران لما هو يعني اتسبب في ضربة الجزاء، فهو طبعا أثر عليه نفسيا، وده كان جزء من الحاجات اللي خلته يطلع بجانب. هو دي بقى كانت مشكلة بصراحة من وجهة نظري في كابتن حسام حسن. هو محتاج ان هو اختار لاعب ما كانش جاهز لكأس العالم، ودي كانت مشكلة في الاختيارات، وكان ممكن حد تاني يبقى افيد في كأس العالم ده. طبعا في نهاية الفيديو بتاعنا ده حابين ان احنا نعرف رأيكم في الكومنتات. ايه رأيكم في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة؟ وتقدروا تقولوا لنا في الكومنتات ايه هي الصفقات اللي الاهلي فعلا محتاجها علشان يرجع مرة تانية، وهل فعلا المبالغة الاحتفالات اللي كانت موجودة للمنتخب كانت فعلا احتفالات مناسبة للموقف، ولا كان في شوية مبالغة؟ قولوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد. وسلام.